الحمد لله والصلاة والسلام على من هو رسول الله وآله وصحبه، فأما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في واحد المنصة من المنصات ديال التواصل الاجتماعي، وكانوا من الإخوان الصحفيين والباحثين تكلموا على سلسلة ديال العلماء والفقهاء المنطقة المغاربية. فخدا الكلمة واحد الأخ جزائري وبدا تيقول على أننا حنا ما عندناش علماء وما عندناش فقهاء، ولأن الجزائر هي الرمز هي المهد ديال الفقه والعلم في المنطقة المغاربية، وهما اللي رفعوا راية الإسلام، وهما اللي دخلوا الإسلام أصلا المنطقة المغاربية. فدخلت، قال لي لا لا، ما عندك ما تقول، ما قلت له ودي غادي نعطيك هذا الدليل، غندير واحد لا فيديو نعطيك الدليل، ولو أنه يعني دليل بسيط، لأن إلا جيت نسرد لك تاريخ الإسلام في المغرب ورفع راية الإسلام في المغرب منذ الدول التي تعاقبت على المغرب، طويلة السلسلة، وهذا الفيديو غادي يكون ممل. وبالتالي أنا اختاريت غير بعض من العلماء المغاربة اللي كان عندهم واحد الصيت، واحد الفضل عندهم. بسم الله. هذا السلطان المغربي المولى عبد العزيز كان على عقيدة السلف، وكان ذات مرة مع واحد المؤرخ وأحد أعضاء الكفاح الوطني في الشام، مرة معروف الأستاذ عبد الخالق الطريس. فنصح السلطان هذا، نصح السلطان مولاي عبد العزيز وسلطان علوي على أنه بضرورة زيارة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله جميعا. فلما جلس معه قال: وجدت الرجل يتحدث عن منهج السلف. هذا تقي الدين الهلالي يتكلم على السلطان المغربي، أنا حامل كتاب الله في صدره، وهذا أمير المؤمنين ويصلي بالناس ويؤم الناس وعنده الإمامة وعنده الإمارة. هاد صحابنا ما يمكنش ندخل معاهم في التفاصيل هذو، ولهذا اخترت ندير فيديو ولاني ما نناقشوش. قال: وجدت الرجل يتحدث عن منهج السلف وتوحيد الأسماء والصفات وإنكار البدعيات بما لم أراه في غيره من السلاطين. في كاين هذه، كاين في الجزائر ما كاين. فسأله: من أين أخذت هذه العقيدة؟ قال السلطان، قال جاوب: من الشيخ العلامة عبد الله السنوسي الطنجي المتوفى سنة 1350، وهو من طنجة، وكان من أكبر علماء الحديث. وصلت معي؟ نعطيك واحد آخر: محمد بن العربي العلوي، علامة عالم قاضي بفاس، المتوفى سنة 1383، هذا القرن 13. تخرج على يديه المختار السوسي صاحب سوس العالمة وجزولة وغيرها، وكانت دعوته إلى الدليل والتمسك بالدليل. وقال فيه عبد السلام بن سودة في ترجمة كتاب محمد بن العربي العلوي، أشنو قال فيه؟ قال فيه: سل النضال للنضال. ثم قال العلامة السلفي النقاد نفاع الوطني، بجانب أنه العلم والفقه والفتوى والحديث الوطنية كانت حاضرة، كان النضال حاضر. سل النضال للنضال، واحد مؤلف عنده. هذا عالم آخر رحمه الله جميعا: عبد الرحمن بن محمد النتيفي، علامة البيضاء، المتوفى سنة 1385، هذا بقى مات. هذا كانت له مجالس في الدار البيضاء، وبنى مدرسة اسمها مدرسة السنة، وكانوا يدرسوا فيها التوحيد والسنة، وكان الطلبة ومن طلابه كانوا يقيمون فيها بمأكلهم ومشربهم ومبيتهم، وكانوا يفسروا القرآن في المسجد العتيق. ومن ذاكرته، هذه تنقرها تنوقف عندها، اسمع. ومن ذاكرته الخاصة فسر الجملة القرآنية: الرحمن على العرش استوى، وذكر فيها 1000 دليل. 1000 دليل أعطى من ذاكرته على علو الله على خلقه، من ذاكرته واجتهاده. له مؤلف عظيم: حكم السنة والكتاب في وجوب هدم الزوايا والقباب، وكان من الحفاظ. نعطيك واحد آخر. هذو العلماء. نمشيو للعلماء اللي داروا الاختراعات، اللي عندهم اختراعات. أشهر علماء المغرب: ابن البنا، ولد في مراكش 1256، ما كنتي كاع أنت.
عالم فلك والرياضيات، وهو من اخترع طريقة الحساب بالجذر التربيعي، ودار بتفسيرات رياضية وقام بتفسيرات رياضية لقوانين الإرث في الإسلام، وهو أول من استعمل كلمة المناخ أو المناخ كله صحيح في البيانات الفلكية والأرصاد الجوية. عالم مغربي، نقولوا أول واحد، يعني أول واحد في الكون. نعطيك واحد آخر، أبو بكر بن يوسف. هادشي سير دخل قراه وحرو بخطيتي. أبو بكر بن يوسف عالم فلك مغربي القرن 13، وكانوا الناس يحترموه بزاف، وهو من اخترع واحد الآلة سميتها لاستخولابرا معروفة، وهي آلة فلكية معروفة بذات الصفائح، وهي تحدد طلوع الشمس في السماء وبزوغها وتكبد النجوم. نعطيك واحد آخر، الإدريسي عالم جغرافي، ازداد سنة 1100، اخترع أول خريطة جغرافية ديال الكرة الأرضية في العالم، وعمل على اختراع خريطة فيها المناخ وقانون المسافات بين المناطق. مغربي هذا. واحد يهودي مغربي سلم، سامويل بن يحيى المغربي، ازداد في عائلة مغربية بمدينة فاس، وكان اسمه وكان اسمه سامويل بن نصر بن العباس، قبل ما يبدل اسمه بعد إسلامه في عمر 33 سنة. الله أكبر. وباه كان من أكبر الطائفة اليهودية في المغرب. في الرياضيات ترك بصمة في علم الجبر والحساب، ومؤلفاته مثلث قائم الزاوية الباهر في الرياضيات، الموجز في الحساب، والمفيد في الأوساط في الطب. نختم بآخر واحد، هو ابن زور، ازداد في سيفيا سنة إسبانيا 1074، واشتغل في قصر مراكش، وهو طبيب وأول من اخترع تجارب على الحيوانات قبل البشر، وعمل وصفا مفصلا عن القصبة الهوائية للإنسان. ايوا اش بان لك؟ دابا غادي ندير لكم واحد الفيديو قصير في حضرة الحسن الثاني رحمه الله، واحد من العلماء المغاربة، دار واحد الدرس ولكن غير واحد الموجز منه، وإن شاء الله يرحمكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمع كيف أبهر هذا الشيخ المغربي الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في الدروس الحسنية عن المغاربة وقراءة القرآن الكريم. ولكن المغاربة لهم تشدد في الوقف يا مولاي، فحينما نقرأ في سورة البقرة قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، يعني وقبل الآن ماذا كنت تعمل؟ هؤلاء بنو إسرائيل أمروا بذبح بقرة، فقالوا له ما هي هذه البقرة؟ قالوا له قال إن لا فارض ولا بك، لا ذلول لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فعلوا. قالوا ما هي ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال لا نحن إن البقرة تشابه علينا أعطينا ما. قال لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فعلوا ما تؤمرون. قال لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. أبو عبد الله بن الفخار الأبيري من إلفيرا بمقاطعة غرناطة، شيخ الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، كان يطلب من تلامذته أن يقفوا فيقولون الآن. قالوا الآن نقطة جئت بالحق، لأننا يقول لهم إذا وقفتم قالوا الآن لابد أن يقدر المقدر. الآن ماذا؟ الآن فهمنا، بعد أن سألناك فلم نفهم، ثم سألناك فلم نفهم، فسألناك ثالثا ففهمنا. الآن نعم نقوله في المغرب الآن وخا، الآن فهمنا. أما أنت فقد جئت بالحق دائما. وهذا ترجمه المترجمون وعلى رأسهم مونتي، وترجمه بعده كثير من الناس. ترجم هذا المقطع فقال maintenant tu nous as apporté la vérité، c'est-à-dire qu'avant il disait des mensonges. وترجمه صديقي خوان بيرنت من جامعة برشلونة بإسبانيا، ترجمه هكذا: dijeron ahora has venido con la verdad, la sacrificaron pero estuvieron a punto de no hacerlo. ترجمة جيدة، ذبحوها وما كادوا يفعلون. ولكن ترجم الآن جئت بالحق، ahora has venido con la verdad, lo que significa que antes ha dicho mentiras. وحذار أن نبقى بهذا، لأن 23 دولة تتحدث باللغة الإسبانية، فقد يقولون هؤلاء المسلمون يجعلوا من موسى أم تيروسو. حاشا لله.